السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة مفيهوش بقى طبخ ولا جولة ولا اي حاجة. انا هقول لكم ريفيو بتاعي عن الكبة تاتش. دي كبة طالعة جديد، يعني بقى لها مدة كده لا بأس بها. حلوة قوي، جربتها. هقول لكم مميزاتها وعيوبها وبتستخدم ازاي، وهنستخدم مع بعض حاجات ووريكم قوة التقطيع بتاعتها. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة كده مبدئيا، ده الموتور بتاعها، ده اللي بيتركب لفوق. هو بيبقى منفصل كده واخره السلك اللي هركب فيه الفيشة. تمام. ده الدورق بتاعها، بصوا 2000 ملي. تمام. يعني بتحطوا بقى الحاجة حسب الكمية، مثلا تحطوها لحد 750 1500 لحد 2000، زي ما انتوا تحبوا. وهنا عاملينها بعدد الكوبايات عشان لو بتعايروا بالكوباية. تمام. هنا بقى الغطا، بلاقي الغطا كده في فتحة من هنا. الفتحة دي لازمتها ان انا ببص على الحاجة اذا كانت اتضربت كويس ولا لا. لو مثلا بعمل اي حاجة عجينة سائلة ببص، بحط زيت هنا، بحط مية، بيبقى ايه من الفتحة دي، بدل ما اضطر اوقف المكنة كاملة واشيلها واقعد افتح واقفل والكلام ده كله، فببص من الخرم ده. تمام. ده الغطا بتاعها. ودي اول سكينة. اولا الدورق غير قابل للكسر، يعني لو وقع مش بيتكسر. كمان في الكاوتشة دي، الكاوتشة دي بتتفك وتتركب عادي جدا علشان تعمل لي ثبات واتزان في الكبة. وانا مثلا بتضربي بصل، بتضربي لحمة، بتعملي فراخ، هتديكي قوة تحمل وتخليها ثابتة معاكي. فالقاعدة دي بتتفك وتتركب عادي جدا وبتتغسل، ما فيهاش اي مشكلة. تمام. نيجي بقى الاول سلاح معانا، وهو السلاح ده بيجي ب3 سكاكين كده زي ما انتوا شايفين. ولما تيجوا تشتروه هتلاقوا كل سكينة متغلفة بقطعة بلاستيك. ده شكل قطعة البلاستيك، بتبقى فيه كده عشان اي حد بيطلعها ويركبها تبقى، بصوا، مش بتعور. وانتوا كمان ممكن بعد كل استخدام تروحوا شايلين البلاستيكة تستخدموها، وبعد كده تركبوا البلاستيكة تاني عشان ايه، يعني تطولوا في عمرها وما تعورش حد. طيب هي دي 3 مستويات. بفك ده لو انا عايزة بس هعمل الكمية اللي هي تحت. لو هعمل كمية صغيرة هستخدم المستوى الاول، كمية ازيد هروح حاطة التاني، كمية بقى الدورق كله هروح حاطة التالت علشان يضرب لي كويس جدا. هبتدي بقى اركبه هنا اهو، في فتحة من هنا هركبها تحت. ركبت معايا كده اهو، دي اول قطعة. وهقفل واحط اي حاجة هنجرب سوا دلوقتي، واحط الموتور من فوق وابتدي اشغلها عادي جدا. طيب هي بيجي كمان معاها قطعتين مهمين جدا، وهما دي القطعة التانية، ده شكلها، ودي قطعة التوم، تقشير التوم. مش بتدق التوم، هي بتقشره. هنقشر برضو مع بعض التوم دلوقتي. وبيجي معاها القطعة التالتة دي بتاعة الكريم شانتيه، تضرب لك الكريم شانتيه وتعمل لك فوم حلو. او اي عجينة سائلة، لو بتعملي عجينة كريب، عجينة كيكة سائلة، اي حاجة سائلة هتضربها معاكي حلو قوي. لو بتعملي بيض هتبقى بجد جميلة معاكي. تعالوا يلا نجرب نطحن بصل في الكب. طيب انا عندي هنا كمية بصل مقطعة 3 بصلات عشان اجرب لكم كده. هقسم كل بصلة 2 بالكتير قوي. لو بصلة اصغر من كده هبتدي ان انا احطها كاملة اهو كده وكده. طبعا انا مش محتاجة السلاح اللي هو فوق خالص ده، لان بصوا الكمية موجودة تحت، فمش محتاجة اللي فوق، فاروح شايلاه بكل سهولة. تمام. هبتدي بقى احط توابلي عادي، بتتبلي بقى فراخ، بتتبلي لحمه، مفيش اي مشكله. بتتبلي بقى يعني هتحطي التوابل عادي وانتي حاطه اي حاجه في الكب. حطيت الملح بتاعي، احط رشه فلفل، التوابل بقى اللي انتي عايزاها. وابتدي بقى اركب الغطا اهو، تركب معايا اهو كويس. وهبتدي بقى ان انا احط الموتور من فوق. الموتور بتاعها اهو اتحط معايا، علامة التاتش اللي مكتوبة فوق هحطها تحت علامة التاتش اللي مكتوبة تحت، شايفينها؟ احاول اقرب لكم اهي.
لان الموتور هي ليها عيب واحد، ان الموتور لو انتي ما ركبتوش صح بصوا مش هتشتغل، فلازم يتركب صح. طيب انا مش عارفه بقى هقعد اظبط العلامه والكلام ده كله، لا، اقعدي دوري الموتور كده يمين وشمال لغايه ما يركب معاكي ويبقى ثابت. تمام. كمان الموتور فيه سرعتين، دي السرعه الاولى ودي السرعه التانية. السرعه التانية انا مش بستخدمها لان ما شاء الله السرعه الاولى هوريكم دلوقتي من ضغطه واحده، يعني مش هقول لكم بتفرموا بتعصروا بجد. انا حاطاه في الفيشه دلوقتي، تعالوا نجربه مع بعض. نقول بسم الله اهو على السرعه الاولى. بصوا ضغطه في اقل من ثانيه. عايزه اوريكم بقى المنظر اهو. بصوا اتفرم معايا. عايزه طبعا قطع اصغر من كده هتديله ضربه كمان، مفيش اي مشكله. هصفيه بقى في طبق واوريكم قشره الثوم واستخدامها. طيب الدورق بتاعي اهو انا غسلته ونضفته مكان البصل. هبتدي بقى نجرب الثوم معانا. عندي كام راس ثوم اهو. هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله يعني، وللامانه انا اول مره اجرب السلاح بتاع الثوم ده معاكم، فتعالوا نكتشف. كل اللي هعمله انا مش هقشر لها الثوم، لا انا هفكه كده من بعض. طبعا هحط السلاح بتاع الثوم الاول اهو. تمام. هسيب التلاتة زي ما هما علشان هنشوف دلوقتي هتعمل الثوم ازاي. كل اللي هعمله انا بفك دايرة الثوم من بعضها بس، بحطها في الكبة. ثوم اهو بقشره، انا مش مقشراه اهو، بقشره انا مش مقشراه. تمام. هتحطي بقى الكميه اللي انت عايزاها، وده حلو جدا للناس اللي هي بتخزن ثوم. طيب انا بعد ما هي تقشر لي الثوم هعمل ايه؟ هفصل القشر عن الثوم واحطه في كيس واحطه في الفريزر. عوزت بقى جالي ضيوف على غفله، عوزت اعمل ملوخيه، اعمل على طول، اطلع كام فص ثوم وادقهم، هيتدقوا بسرعه جدا، لا استناهم بقى يفكوا ولا ما يفكوش اهو زي ما احنا شايفين. واخر راس ثوم زي ما قلنا انا مجربتهاش قبل كده، دي اول تجربه معاكم، ان شاء الله هتنجح اهو. هبتدي بقى احط الغطا تمام كده، واحط الموتور بتاعي هلفه لغايه ما يركب معايا مظبوط. يلا بسم الله. هبتدي على السرعه الاولانيه. بسم الله اهو. بسم الله بسم الله. طيب انا قعدت اضرب فيها حبه كويسه كده عشان الصوت بس مزعج فقفلت اهو. هنفتح مع بعض. بسم الله. بصوا شايفين الثوم اللي اتقشر. طبعا لو لقيتي يعني شويه ثوم لسه ما تقشروش هتضربيها مره كمان. بصوا الثومه اهي خارجه بحالها من غير قشرتها اهو، متقشره والقشر اهو كله تمام. هضربها ضربتين كمان عشان شايفه حاجات تحت كده لسه ما اتقشرتش، وكده يبقى اتقشر معايا بكل سهوله اهو. ده قشر الثوم اللي طلع عندي، وده الثوم طلع اهو بحاله متقشر، وده البصل اللي احنا عملناه في الاول بالملح والفلفل. بجد يعني الكبة سعرها حلو جدا ومناسب بالنسبة للمميزات الكتير اللي بتعملها، وبتعمل مشروبات وبتعمل عصاير وبتعمل الفراخ واللحمة. بصوا يعني بجد ليها استخدامات كتير جدا حلوة قوي. هاتوها وجربوها، يعني انا هايلي ريكومندد جدا ليها، برشحها لكم. وهي بس عيبها الوحيد زي ما قلت لكم حكايه الموتور، وانتوا بتقعدوا تلفوه كده لحد ما يركز مكانه وتشغلوه، وهي سرعتين ومعاها الثلاث اسلحه بتوعها. وهستنى بقى اسئلتكم، اي سؤال عن الكبه في الكومنتات وهرد عليكم. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. سلام عليكم.